بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم عصام بدر وفيديو جديد كالعادة. طبعا في البداية برحب بحضراتكم، يا رب جميعا تكونوا في أفضل صحة وفي أفضل حال. طيب، عايز أبتدي الفيديو بتاع النهاردة من عند مباراة أمس. نادي الزمالك فاز بنتيجة كبيرة 6-0 لصالح نادي الزمالك. نادي الزمالك قدر يتخطى في المباراة الأولى نادي ديكاداها الصومالي بسداسية جميلة. طبعا تألق فيها خوان الفينا او خوان بزيرة. طبعا احنا ما ظهرناش مع حضراتكم بعد الماتش امبارح، كان في ظروف ما قدرناش ان احنا نظهر معاكم يعني. فطبعا مليار مبروك لجماهير نادي الزمالك العظيمة، مليار مبروك مرة تانية لكل من ينتمي لكيان كبير اسمه نادي الزمالك. من حق الجماهير تفرح، من حق الجماهير تبقى في احسن حال وفي اسعد حال. جماهير نادي الزمالك هي الدائم لنادي الزمالك، جماهير نادي الزمالك هي الداعم والسند الكبير والحقيقي لنادي الزمالك. ليس مجالس ادارات، مع احترامنا لكل الناس، ليس مجالس ادارات، ليس لجزء كبير من اولاد نادي الزمالك. محدش بيشيل نادي الزمالك غير جماهيره فقط لا غير، لا مجالس اداره لا سابقه ولا حاليه. طبعا احنا يعني مع احترامنا لكل الناس ما عندناش اي مشكله معاه، ولكن ده بيبقى انتقاد او راي. لا مجالس اداره سابقين ولا حاليين ولا حتى اولاد نادي الزمالك، وجزء كبير منهم محدش بيشيل نادي الزمالك. نادي الزمالك في ازمه كبيره وفي ازمه ماليه طاحنه اهي. ولاد نادي الزمالك شالوا الزمالك؟ لا، حتى المجلس اللي موجود نفس النظام. فطبعا ده مش كلام وخلاص، لا، جماهير نادي الزمالك تستحق الافضل. جماهير نادي الزمالك تستحق احسن من كده بكتير. ولكن في نداء لمجلس الاداره الحالي. انا عايز قبل ما نخش في ازمه بن طايق والسوبر وكل الكلام ده، في نداء لمجلس الاداره. خوان بزيرة من احسن وامهر اللعيبه اللي موجوده في الدوري المصري. خوان بزيرة امبارح شفنا غيابات كتير في المباراة. شفنا عبد الله السعيد بيغيب، شفنا دونجا، شفنا محمد شحاتة، شفنا غيابات كتير. طيب، مين اللي شايل نادي الزمالك؟ خوان بزيرة. مين اللي كان بيعمل اسيستات ويجيب اجوان؟ خوان بزيرة. لازم تحافظوا على اللاعب ده بأي شكل. ده لاعب أكبر من الدوري المصري، ده لاعب موهبة مش موجودة في الدوري المصري. لاعب يعني بجد شكرا من كل قلوبنا جون إدوارد اللي هو جاب لنا خوان بزيرة. طبعا احنا بنقول خوان بزيرة، الأول كانوا بيقولوا خوان ألفينا، والده زعل وقال لك لا تقولوا بزيرة، فاحنا طبعا بنقول خوان بزيرة. شكرا جون إدوارد إن هو جاب لنا لاعب كبير زي خوان بزيرة. طيب، نحافظ عليه ولا ما نحافظش عليه؟ هي سؤال لمجلس الإدارة. نحافظ على اللاعب ده، لاعب الليفل بتاعه مش الدوري المصري خالص. ولكن امبارح خوان بزيرة هو اللي شايل نادي الزمالك، هو اللي بيصنع الأهداف، هو اللي بيسجل الأهداف. واحد على واحد بيلم ويخش المنطقة يصنع ويسجل. مهاري يعني ما شاء الله، يعني ما شاء الله، نمسك الخشب يعني ما شاء الله. لاعب فوق الدوري المصري وإمكانياته كبيرة. ابسط الامور نحافظ على اللاعب، ابسط الامور خالص وابسط الحقوق للجمهور نحافظ على اللاعب. وبالمناسبه الناس اللي كانوا موجودين في المدرجات امبارح، عشان الناس قعدت تقول لك ده وفد سعودي جاي يشوف خوان بزيرة والكلام ده، كل ده كلام مش صح. هم كانوا مشجعين يعني هم في مصر بيشجعوا نادي الزمالك، هم كانوا موجودين امبارح في مصر فحضروا المباراه. ولا بقى وفد من النادي السعودي ولا وفد سعودي جايين يشوفوا خوان بزيرة او كشافين يتابعوه، مفيش الكلام ده كله. كل الكلام ده مش موجود. بس مجلس الاداره اللي بيساعد الناس على الاخبار والشائعات دي. خوان بزيرة لازم مستحقاته تبقى موجوده في ميعادها، لان هو لاعب اكبر من الدوري المصري، لاعب امكانياته كبيره. امبارح في ظل غياب نجم كبير زي عبد الله السعيد ما حسيتش بغيابه انت امبارح. ليه؟ لان في لاعب في الملعب شايل الفريق على كتفه، لاعب بيأدي. فنتمنى من مجلس الاداره المحافظه على خوان بزيرة وباقي اللعيبه، لان انت ما عندكش بديل. انا النهارده عندي لعيبه كتير بتطلب ان هي تفسخ عقودها. ليه؟ حضراتكم كمجلس مش منتظمين في سداد مستحقات اللعيبه. انتوا دفعتوا جزء، ويوم ما دفعتوا جزء طلع الاستاذ هشام نصر قال لك انا اديت ناس الزمالك قرض وقرض حسن بدون فوائد كمان.
فطبعا دي عملت ازمه عند اللعيبه. يعني ايه انت طالع اديت نادي الزمالك قرض، احنا بناخد حقوقنا. وطبعا هنا برضو لازم جزء من المجلس يبقى عنده سياسه الرد، يبقى عنده سياسه التصريحات، امتى اقول الكلام وامتى ما اقولوش. ولكن ده مش موجود بالمناسبه، ده مش موجود في نادي الزمالك. احنا يعني مفيش نظام في نادي الزمالك بشكل كبير، مفيش نظام من جزء من اعضاء مجلس الاداره امتى اقول التصريح وامتى ما اقولوش. النهارده انا عندي لعيبه كتير ليها مستحقات بتفسخ عقودها او عايزه تفسخ عقودها. النهارده عندي لعيبه عايزه اجدد لها، طيب انا هفتح معاهم تجديد ازاي وانت طالع بتقول كمجلس اداره نادي الزمالك بيموت؟ عندي حسام عبد المجيد المفروض ان انا فاتح معاه خطوط على تمديد او تجديد ده عقده. عندي محمد السيد، بصرف النظر عن مين رايح فين ومين جاي منين، بصرف النظر عن الكلام ده كله، اللعيبه دي هتقعد تجدد معايا ازاي وانا بطلع بقول ده نادي الزمالك مستلمينه مريض ودلوقتي بيموت؟ طب انت اللعيبه هتجدد لك ازاي؟ ما هو برضو اديني عقل، اللعيبه هتجدد لك ازاي؟ امبارح اللعيبه بالمناسبه هي كانت او يعني بتوصل رساله لمجلس الاداره. ايه هي الرساله؟ هتدفع جزء من المستحقات هتلاقي مزيكا في الملعب. يعني مع احترامنا للقضاء الصومالي، هو طبعا مش خصم قوي وكل حاجه، مع احترامنا ليهم، او مش منافس قوي، ولكن انت مع الفرق اللي هي اضعف من قضاء الصومالي ده وانت حظك وحش معاهم على طول. لو تفتكر ولايتا ديتشا اللي خرجتنا، لو تفتكر الموسم السابق الفريق اللي هو اللي طلع ناس الزمالك من الكونفدراليه، فريق برضو تقدر تقول عليه حديث الولادة، فريق أول مرة يلعب في الكونفدرالية. الفرق الصغيرة كلها مع نادي الزمالك بيبقى حظوظها مش أحسن حاجة، ولكن اللعيبة اديتك رسالة، قالت لك لما أنت دفعت المستحقات أو دفعت جزء من المستحقات شفت مزيكا. امبارح شفت نادي الزمالك بيفوز 6-0، شفت امبارح تكتيك في المباراة، شفت امبارح حاجة حلوة في المباراة. يبدو ان اللعيبة كان عندها شد في المحفظة، فالشد ده انتهى والمحفظة بقت عمرانة، اللعيبة نزلت ايه بتلعب. فانت النهاردة اديتهم جزء بسيط، لسه اللعيبة ما خدتش 50% من قيمة العقود السنوية بتاعتهم. برضو اللعيبة بتطالب بالكلام ده. فنتمنى من مجلس الإدارة أبسط الأمور تحافظ على فريقك، أبسط الأمور تحافظ على التيم اللي موجود، أبسط الأمور تحافظ على القوام بتاع نادي الزمالك. احنا مش طالبين أكتر من كده أو مش عايزين أكتر من كده. جالك فرصة إن كان في توقف دولي ودي قضاء الصومالي هنعتبر المباريتين بروفة حلوة لنادي الزمالك قبل البدء او قبل عودة الدوري مجددا، ويبقى النتائج احسن من كده. نادي الزمالك خسر من النادي الاهلي، تعادل مع غزل المحله، يعني افقد نقاط يعني لا يمكن ان تفقد بصراحه يعني. فانت دلوقتي عندك فرصه ان انت تخلص ازمه المستحقات وتشوف القوام الرئيسي بتاعك وتحافظ عليه. طيب بما اننا قلنا القوام الرئيسي، انا عايز اروح لمحمود بن طايق. محمود بن طايق كان مدي نادي الزمالك مهله لسداد مستحقاته. طيب محمود بن طايق بالمناسبه هو امبارح ما كانش مستبعد فني، عشان بس ايه انا مش هقول غير الحقيقه، انا مش هقول غير اللي انا عارفه والحقيقه. محمود بن طايق طبعا كل الاخبار اللي تداولت على السوشيال ميديا ان هو بيقولوا فني، لا هو مش فني. الراجل جاي من منتخب المغرب وكان مسجل جون كمان والدنيا جميله وفورمه وواقف على رجله وما عندوش اي مشكله. طيب محمود بن طايق استبعد ليه؟ لان هو كان مدي نادي الزمالك مهله لسداد المستحقات ولم يلتزم نادي الزمالك. بن طايق كل اللي خده من مستحقاته 75,000 يورو. انت متخيل؟ كل اللي خده 75,000 يورو. يعني ايه لاعب مثلا ياخد 75,000 يورو بس؟ انا مش فاهم انا يعني يعمل بيهم ايه ال 75,000 يورو دول اللي خدهم اخر القسط، يعني اخر قسط لمحمود بن طايق. طيب وكيله ايضا ليه برضو اموال عند ناس الزمالك، فاحنا مش هنتكلم في وكيله دلوقتي، احنا خلينا مع محمود بن طايق. محمود بن طايق ليه مستحقات كتيره عند ناس الزمالك. ايضا نادي سانت اتيان الفرنسي اللي هو جاي منه محمود بن طايق ليه فلوس عند نادي الزمالك. الكارثه بقى في كل ده ايه؟ نادي الزمالك ما بيردش ولا على اللاعب ولا على النادي.
طبعا اللاعب ادى مهله لنادي الزمالك، النادي ما التزمش بالمهله، بناء عليه اللاعب ما رضيش يلعب المباراه. واحد هيجي يقول لي ده جمهور الزمالك بيحبه، اقول لك ده محترف. الراجل ده محترف موجود في مصر عشان ياخد فلوسه. الراجل ده موجود هنا عشان يلعب ويأدي وتستفيد بنتائج كبيره، وفي نفس الوقت ان هو ياخد فلوسه او ياخد امواله. غير كده لو احنا قلنا حاجه غير كده يبقى احنا بنضحك على نفسنا وعلى حضراتكم. ليه؟ لان احنا معودين حضراتكم هنا مش هنقول غير الحقيقه. لاعب ليه مستحقات، انت مش عارف تحل الازمه، الطبيعي ان هو يهددك ان هو يفسخ عقده، ده طبيعي. وبالمناسبه اللاعب لما يقعد على ما اعتقد شهرين او 3 ما ياخدش مستحقات، الفيفا اللي بتقول كده مش انا اللي بقول كده، الفيفا اللي بتقول الكلام ده، يحق للاعب ان هو يفسخ عقده وينتقل لاي نادي صفقه حره. يعني مش هيستنى لفتره قيد او فتره انتقالات سواء شتويه او صيفيه ان هو يتأيد، لا ده هيتأيد في الوقت الحالي. ليه؟ لان الفيفا بتقول لك كرة القدم مصدر اكل عيش اللاعب. فاللاعب انت عندك ازمه ما بتدوش مستحقاته واللاعب فسخ عقده ومشي، يحق له ان هو يروح لاي نادي ويقيد صفقه حره، ما يستناش لفتره انتقالات. ده ماده في اللائحه او الفيفا قايله كده في اللائحه بتاعتها. انت النهارده عليك مديونيات لسانت اتيان وعليك مستحقات للاعب. ابسط الامور بتعمل ايه؟ بتخاطب سانت اتيان، طب والله انا عندي ازمه ماليه، طب حاضر انا هتصرف هخلص اموري والكلام ده. اللاعب نفس النظام، تتجاهل الرد سواء على سانت اتيان او على اللاعب، يبقى هنا الاداره مش محترفه اداريا. شغلكم الاداري انتوا مش عارفين تعملوه. مش هتقدر تضغط على اللاعب ان هو يلعب المباراه، فبالتالي استبعد محمود بن طارق. هل حضرتك كمجلس اداره تقدر تتكلم معاه؟ ما تقدرش. ليه؟ لانك انت ما اديتهوش مستحقاته. وحال بن طارق من حال باقي اللعيبه، النتائج وحشه بس انت كمجلس اداره ما تقدرش تحاسب اللعيبه. ليه بقى؟ لان انت مش منتظم في الدفعه الماليه بتاعتهم. والكلام ده قاله يانيك فيريرا في المؤتمر الصحفي، انت مش منتظم. انت عندك ابسط الامور، لاعب اسمه عبد الحميد معالي زميل لي بيسلفه فلوس، محمد صبحي بيسلف عبد الحميد معالي فلوس، انت متخيل؟ برضه كان واخد وعود من مجلس الاداره ان والدته هتيجي وهتعيش معاه برضه. يعني يا جماعه يعني صدمه في المجلس ده بصراحه. الناس يعني الناس اصلا ما بتفكرش ترد على اللعيبه، ما بتفكرش ترد. وبالمناسبه ده الامر اللي استفز اتحاد طنجه وخلاهم يشتكوا نادي الزمالك، عشان كانت في ناس كتير مستغربه اتحاد طنجه، طب انت ايه اللي يخليك يا عم سخنت قوي كده وجريت اشتكيت نادي الزمالك ورحت رفعت شكوى؟ اللاعب اتواصل معاه قال لهم انا ما باخدش فلوس لحد دلوقتي، انا بستلف من زميلي محمد صبحي، هو في الوقت الحالي هو المتكفل بعبد الحميد معالي، هو اللي بيسلف عبد الحميد معالي فلوس. لك ان تتخيل؟ طيب فين مجلس الاداره؟ ودن من طين وودن من عجين ومحدش بيرد على حد. هل دي سياسه اداريه المفروض ان هي تكون موجوده في نادي الزمالك؟ هل المجلس الحالي يليق بيهم اللي هم بيعملوه؟ فعشان كده على الفور طبعا نادي اتحاد طنجه اتضايق طبعا، لان اتحاد طنجه كمان كان بيخاطب نادي الزمالك بفاكسات او ميلات والناس ما بتردش عليهم برضه. انا ما اعرفش ايه البرود ده، انا بصراحه ما اعرفش ايه البرود ده. عليك فلوس للناس ولا بترد عليهم ولا بتقدرهم، الناس بتبعت لك ميلات ما بتقدرهمش. نفس النظام النادي اللي كان برضو بيلعب فيه شيكو بانزا، نفس النظام برضو. يا جماعه ايه البجاحه اللي انتوا فيها دي؟ ايه البجاحه اللي انتوا جايبين البجاحه دي منين؟ فبالتالي انت مش هتقدر تحاسب لعيب، النتائج هتبقى وحشه، مش هتقدر تتكلم. عارف مش هتقدر تتكلم ليه؟ لانك انت مش ملتزم معاهم، انت مش ملتزم مع اللعيبه. هتحاسبهم بناء على ايه؟ طيب اللائحه بتقول ايه؟ ان لو النتائج وحشه المفروض انا اخصم منين؟ من اللعيبه. طب هو انا اصلا بدفع مستحقات اللعيبه عشان اخصم منهم؟ مش هتقدر. والدليل على كلامي بن طارق لما قال لك انا مش هلعب الماتش وبلغ وكيله، ووكيله مستأمن اداره نادي الزمالك وبلغهم الكلام ده، قال لهم بن طارق مش هيلعب الماتش وممكن كمان ما يبقاش موجود الماتش اللي هو بتاع يوم الجمعه القادم ان شاء الله، الماتش الثاني للزمالك ودي كده ممكن ما يبقاش موجود. انت كمجلس اداره مش هتقدر، انت مش قادر تقول حاجه. ليه؟ لان انت اللي صنعت الازمه، انت اللي عشمت الجمهور وقلت للجمهور انا جاي معايا العصا السحريه على حل كل المشاكل. في النهايه انت ولا بتحل حاجه ولا بتدفع وكمان ما بتقدرش الناس.
فخلينا نشوف ايه اللي هيحصل في ملف محمود بن طارق خلال الايام القليله القادمه. طيب نروح لاخر حاجه معانا، وهي انا بسميها فضيحه السوبر المصري. طبعا كلنا عارفين ان اتحاد الكره خلاص اعلن ان السوبر المصري هيبقى يوم 6/11 الشهر الجاي، يوم 6، يعني خلاص اسبوعين بتهيألي او 10 ايام على ما اعتقد، والسوبر المصري هيتلعب في الامارات في مدينه او اماره ابو ظبي. طيب ايه الازمه في كده يا عم عصام؟ هقول لحضرتك ايه الازمه. هو اي بطوله المفروض بتبقى معموله، سواء الاتحاد او الرابطه عدلوا مثلا، عدلوا البطوله وخلوها مكونه من 4 فرق، تمام، ما قلناش اي حاجه. السنه اللي فاتت لما عملوها من 4 فرق، خلوا النادي الاهلي بيقابل نادي سيراميكا وبيراميدز بيلاقي الزمالك. الكلام ده اتعمل من غير قرعه. نادي الزمالك لما حب يستفسر من الاتحاد قال لك والله ده احنا كنا واخدين الزمالك بكارت ذهبي. طب خلاص سنه وعدت، سكتنا، ما رضيناش نتكلم ونقول تلت التلاته. فنادي الزمالك عدى الامور وما اتكلمش. طيب السنه دي نفس النظام، برضو نفس النظام. النادي الاهلي هيلاقي نادي سيراميكا كيلوباترا، ونادي الزمالك هيلاعب بيراميدز. انا عايز حضرتك كمشاهد تشاور على اي دوري في العالم وتقول لي الكلام اللي بيحصل فيه ده حصل في الدوري الفلاني في البلد الفلانية وبيعملوا كده. هل ينفع لبطولة كبيرة زي بطولة السوبر المصري، هي بطولة محلية، هل ينفع، بس طبعا بطولة كبيرة بالنسبة لمصر، هل ينفع بطولة تتلعب من غير قرعة؟ عمرك شفت دوري في العالم بتلعب فيه بطولة او بطولة مثلا السوبر بتتلعب من غير قرعة؟ طب السنة اللي فاتت قلت كارت ذهبي مش كارت ذهبي، وحطيت الزمالك قدام بيراميدز وقلنا ماشي، حطيت الاهلي قدام سيراميكا قلنا ماشي. السنة دي نفس النظام. ليه؟ ايه المعيار بتاع حضرتك كمسؤول عشان تحط الاهلي، تحط النادي الاهلي سيراميكا ونادي الزمالك بيراميدز؟ انا هنا بالمناسبه مش معترض ان انا هلاعب بيراميدز، لا، نادي الزمالك ان شاء الله يعني كعبه عالي على نادي بيراميدز. الكرة ما فيهاش الكلام ده طبعا، انا عارف الكلام ده، وعارف ان نادي بيراميدز يعني لسه متوج بلقب السوبر الافريقي، وقبليها دوري الابطال والانتر كونتيننتال، واخد الكاس، لا يعني عاد للبطولات الافريقيه او حط رجله على سلم البطولات الافريقيه. ولكن انا في النهايه ما عنديش ازمه، ما تعمل قرعه، ما يمكن انا لاعب الاهلي، ايه المشكله؟ ما يمكن الاهلي لاعب بيراميدز، ايه المشكله؟ والعكس صحيح، بيراميدز لاعب سيراميكا، سيراميكا لاعب الزمالك. في دوري في العالم او في اتحاد في العالم او في رابطه في العالم بتنظم بطوله من غير ما تعمل قرعه؟ ايه المعايير اللي هم استندوا ليها عشان يعني يكرروا البطوله السنه دي بنفس النظام؟ ايه المعايير سواء بتاعه الرابطه او الاتحاد؟ انا عايز اعرف ايه معاييرهم، استندوا لايه عشان يقولوا الاهلي لاعب سيراميكا والزمالك لاعب بيراميدز؟ عمركم شفتوا اللي بيحصل ده بيحصل بره في اي بلد او في اي دوري؟ عمر حضرتك كمشاهد شفت العك اللي احنا بنشوفه عندنا في مصر ده بيحصل في اي بلد بره؟ استحالة، ومن رابع المستحيلات. يعني مش استحالة وبس، ده من رابع المستحيلات تشوف كده. ليه مصممين تفسدوا البطولة؟ ليه مصممين يعني تخلوا البطولة بدون رونق؟ يعني بتخلوا البطولة يعني ما فيهاش حاجة حلوة. ليه؟ ايه المانع اللي يخلي حضرتك تعمل قرعة؟ ايه المشكلة؟ هو انت ليه بتحدد يعني ليه بتحدد من نفسك يعني؟ وبعدين انت المفروض كإداري بتدير، ما تديش الفرصة ان حد اصلا يشك في حضرتك. انت الطبيعي بتعمل قرعة يا فندم. طب السنة اللي فاتت وعديناها، طب السنة دي ايه؟ هي يا جماعة الكورة في مصر بالمزاج؟ هو اللي يعني اللي بيجي في مزاج المسؤولين او الناس اللي بتنظم الكورة بيعملوه؟ هي الكورة بالمزاج يعني ولا ايه؟ انا مش عارف. اللي بيحصل ده شفته في بلد في اي دوري في العالم بيحصل؟ اتحداك، ولو حصل اكتب لي في الكومنتات قول لي حصل في دوري كذا بلد كذا. انما يا جماعه ما ينفعش، ما ينفعش بطوله زي دي وتتعمل من غير قرعه. انت ليه بتعمل الصدام المبكر؟ يا سيدي انا عايز العب الاهلي، ما تعمل لي قرعه يمكن اقابل الاهلي، ايه المشكله؟ اعمل قرعه يمكن الاهلي لاعب بيراميدز، بيراميدز لاعب سيراميكا،
الزمالك يلعب مثلا سيراميكا يقابل بيراميدز. ايه المشكله يعني؟ ليه مصممين تبوظوا البطوله؟ فامور بتحصل في مصر بصراحه، او في الدوري المصري، انا عمري ما شفتها خالص بره، وعمري ما شفت الكلام ده، ولا عمري هشوفه، لان بره بيطبقوا النظام، بيطبقوا اللوائح على الكل. مفيش حاجه اسمها احنا بنعاقب نادي بروح القانون، زي ما شفنا الموسم اللي فات في خصم 6 نقاط بتوع النادي الاهلي في انسحابه امام نادي الزمالك. ما بنشوفش الكلام ده، احنا بنشوفش الكلام ده. نتمنى من المسؤولين الحفاظ على كرة القدم في مصر، ولابد من تطبيق اللوائح دون النظر للألوان، لا أهلي ولا زمالك، لا أبيض ولا أحمر ولا سماوي. السماوي دخل في الدور اللي هو السماوي يعني بيراميدز، فطبعا لا، ما تبصش للألوان خالص، طبق اللوائح والقانون على كل الألوان وكل الأندية، لأن في النهاية انت المفروض يعني مثلا بتدير مثلا الكرة في مصر او بتدير المسابقات، لازم تبقى على مسافة واحدة من جميع الفرق، وجميع الفرق بتاخد حقوقها سواسية دون التغاضي عن فريق ولا تعالي الفريق. كل ده ما ينفعش طبعا في كرة القدم. فنتمنى ان شاء الله صلاح الحال لكرة القدم المصرية قد تنهض وتعود في التصنيف الدولي والإفريقي مرة أخرى. وفي النهاية طبعا بتمنى كل التوفيق لنادي الزمالك فيما هو قادم. أشكر حضراتكم وأشوف حضراتكم في فيديو جديد.